جميلة بعيون ملونة تعمل في ملهى ليلي، صاخبة تعاني بفرط في الحركة وسلوكها عدواني، وتعودت على الأعمال الغير قانونية والغير شرعية وأنها تجيب حقها بإيدها أو تقوم بأعمال سرقة لعدم وجود رقيب أو عدم وجود الأهل أو الموجه. غير متعلمة، جاهلة، خرجت من بيئة عمال فقيرة. حتى والدتها المعاقة ذهنيا غير قادرة على تصحيح مسارها أو تعليمها أو توجيهها، والسبب بسلوكها المتمرد هو البيئة وحرمانها من العاطفة ومن التوجيه اللي مصدره أولياء الأمر. نتعرف على سكر بالمشهد الأول، ودائما المشاهد الأولى هي اللي بتحكي لنا بالمختصر مين هي الشخصية. دائما أول ظهور للشخصية والمشاهد الأولى بيحب الكاتب والمخرج إنه يفهمونا شو سلوكياتها، شو تصرفاتها، وشو طباع الشخصية، واللي غالبا بترافقها من أول العمل إلى آخره، أو تأتي بتوبة ولو متأخرة، وهذا اللي بنسميه تطهير الشخصية. طبعا بالمشاهد الأولى شفنا مشاجرة بينها وبين زوجها واللي هو كان بيشتغل معها بالملهى الليلي أو مدير أعمالها، فبنشوف مشاجرة بيناتهم. فالمشاجرة الأولى كانت لا تنسى، وهي خط درامي متصل بجذور القصة الأصلية، واللي القصة الأصلية تفتتت بالثلث الثاني من هذا العمل، وصارت قصص بلا داعي إلا لإطالة العمل أو الوصول إلى رقم 29-30 حلقة. كذبك ما بيشيل ضيعة الفواتير، ما بتحضر نقص بالمصاري. وين عم تروح بالمصاري؟ إلي شهور عم بحبش وراك. لا تكون فاتح بيت تاني وأنا ماني دريانة، لك اللي ملمني عليك عم أحلك. والمشهد اللي بعده شفنا عكس هي الشخصية اللي هي الشخصية المتعاطفة الحنونة، اللي هي رجعت نفس الشخص اللي تشاجرت معه، رجعت معه بانتقال سلس. بس ما بدي أعرف أنا شمشم على قفا إيدي. خلص بقى بدك تعمليها زعلان. طب هل مشاهد الشجار لازم تكون بهالضوجان هذا، ولا لازم تكون أهدى شوي وأقل انفعالية؟ لأنه قالوا بعض النقاد حسب ما سمعت إنه سلافة معمار عم بتزودها وعم تعمل أوفر أكتينج وعم تتشنج وتعيط وتصرخ، ومو هيك التمثيل ومو هيك الأداء. معناتها شو دليلهم أو من وين جايبين كلامهم؟ قال لازم تنفعل بهدوء مثل أداء الشخصيات بالأفلام الغربية. بس يا جماعة نحن بمجتمع آخر تماما، يتصرف برعونة. هو مجتمع فقير أو بيئة فقيرة، لا انتقاص من بيئة العمال، ولكن هي بيئة فقيرة. العديد من أفراد هذا المجتمع ما تعلم أو ما تثقفوا. ممكن يكون عندهم تربية نعم، ولكن في انفلات هائل بأفراد هي البيئة. ثم أنه اليتيم حينتج عنه سلوك أفجر غالبا، لأنه اليتيم انحرم من توجيه الولي أو توجيه ولي الأمر، لأنه ببساطة هو فاقد لوالديه، ما تعرض لأي نوع من أنواع التربية والتوجيه، فحيعيش دور الضحية للدنيا حرمته وأعطت غيره. حيستبيح كل من القوانين والشرائع وكل من حوله ليحاول يعوض هذا الحرمان. سلافة معمار بعمرنا ما حسينا أدائها متصنع أو متكلف. أنا ما شفت بدور إلا ومأديته بكامل طبيعتها والتصاعد والهدوء ولغة الجسد وتعابير الوجه. بعدين قاعدة لك شو بدي ولا شو. احنا صرنا أخوان. قولي سبحان. كل هذا عن سلافة هو مدروس بعناية، مليان طاقة نابعة من الداخل. سلافة معمار لها تاريخ طويل بالأداء والتمثيل لا يشق له غبار.